لو في ضروره يعمل الكلام ده، ما عندوش ضروره للكلام ده لا يفعل هذا الامر، لان هذا الامر ليس من السنه. تمام؟ خلصنا احنا طبعا غسل الميت. بنبتدي نخش على ايه؟ على الكفن بعد كده. الكفن طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب يدرج فيها إدراجا. وقبل طبعا ما بنبتدي نحط الميت على الكفن نبتدي احنا عندنا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفن وجمروه تجميرا. وجمروه تجميرا اللي هو وبخروا الكفن، تبخير الكفن يعني. يبقى التجمير عندي اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تبخير الكفن. بيبقى فيه بخور مثلا من السيد ده بتحطه مثلا في طبق صغير ولا حاجه وتبتدي تبخر بالكفن، كل واحده على حده. يعني كل واحده دي نعتبرها مثلا كفن. تمام؟ الحاج زهران مثلا بيمسك الشيخ محمد كده، هو بيرفع الكفن كده وانت في ايدك البخور. تمام؟ وتبخر كده. بعد كده بيرجعوا ايه؟ يقلب الايه؟ الكفن تاني كده. تمام؟ وايه؟ ويبخر الكفن. يفعل هذا الامر في الايه؟ في ال3 مرات. 3 مرات يفعل ايه؟ كما فعل في المره الاولى على الايه؟ في الامر. تمام؟ ودي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجمروه تجميرا هو تبخير الكفن، وهذا ايضا من السنه. تمام؟ بعد ما نخلص تبخير الكفن بنبتدي ندخل طبعا ايه؟ نحط الكفن تحت الميت كده 3 أسوام مثلا هنعتبر ان هم كده. بصوا يا جماعه افرض ال3 على بعض كده مع بعض يا شيخ اشرف. هي تحطوا مع بعض امسك كده حد صغير لا 3 كل واحد لوحده دي صعبه جدا، وانت كده هتقعد كل شويه تحركه 3 مرات. انت بتحركه مره واحده ماشي كده يعملها بس ظبط الاول على بعض مش مساعد عشان طيب ماشي خلاص. ابتدي لف مثلا من عندك احمد كده، لف قصاده يا شيخ زهران ماشي كده بس بيبتدي انت مثلا ايه دهيت بقى خلاص كده كفن اهو. طبعا احنا عندنا دايما الشائع عندنا هنا في مصر اللي انت ايه بتقوم جايب ال3 أسواب دومت وجايب حاجه اسمها ستره، بنسميها احنا هنا ستره في مصر. تمام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أسواب يدرج فيها ادراجا، وده عمل اهل الحجاز هنا. 3 أسواب يدرج فيها ادراجا، 3 أسواب بس. يبقى هم دول ال3 ايه؟ يكونوا 3 لفافات. طب انا لو جبت الستره ديت وحطيتها بقت ايه؟ بقت عندي 4 ايه؟ 4 لفافات. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، يبقى احنا نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودي السنه. الا قلنا لو في ضروره، يعني عند الستره ديت مثلا هتداري شيء معين، هتمسكني مثلا حاجه معينه من تحت عشان خاطر ما ينزلش الغراز مع اللزق ما فيش لها ضروره، يبقى نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أثواب يدرج فيها ايه؟ يدرج فيها ادراجا. يبقى هم 3 بس. تمام؟ بنبتدي مثلا الميت بنمسحه هناك كده على الجنب كده. تمام؟ وندخل ايه؟ الكفن من تحت هو ونجيبه هنا تاني كده ونبتدي نقلبه هنا تاني. على الفكره خرجتها ماشي؟ خلاص اهوت يا جماعه. يبقى هنا كده احنا كده يا حاج زهران عملناها ايه؟ عملناها كده مره ايه؟ عملناها كده مره واحده. لو احنا بقى جبنا كل واحده على حده هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نحرك فيه 3 مرات لغايه لما ندخل الكفن تحت. تمام؟ وهي ندخل الكفن ايه؟ مره واحده. طبعا احنا قلنا الستره ليست من السنه. يعني احنا عندنا 3 لفافات زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسواب يدرج فيها ادراجا، يبقى 3 أسواب بس. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فيها ستره كنت انا حطيت الستره، ما قاليش فيها ستره يبقى انا لا داعي عندي للستره. يبقى احنا برضه من ضمن الاشياء اللي هي المخالفات عندنا مش مخالفات جامده ولا حاجه، لكن احنا كنا نتحرى فيها السنه افضل. يعني ان كان اولى بالسنه فعل الشيء فهو افضل. زي ما الشيخ محمد النهارده كان بيتكلم اللي هو الانسان لو استطاع اللي هو يعني يفعل كل شيء كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حق الراس او حكه الراس فليفعل. تمام؟ يبقى اول حاجه احنا بنعملها لما نيجي مثلا بعد في اثناء طبعا احنا عندنا ايه؟ من ضمن السنن برضه الكافور بنسيب منه مثلا قطعه او قطعتين في طبق صغير، ونبتدي نحط مثلا عليه شويه عطر او حاجه، ونبتدي نضع منه مواضع الايه؟ مواضع السجود. ايه مواضع السجود عندي؟ الجبهه، الانف، الايدين، الركبتين، القدمين. يبقى مواضع السجود عند الجبهه،
الانف، الايدين، الركبتين، القدمين، دول عندي ايه؟ مواضع السجود. تمام؟ خلصت وضع الكفور مواضع السجود دي، لان هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدي بقى عندي اول لفافه في الكفن اهي كده. ماشي مش مشكله. بصوا يا جماعه، وضع اليد الافضل بالنسبه لان احنا هنبقى فيهم تاني ان شاء الله موضوع التلحيق في القبر. طبعا لما حد بينزل في القبر ولا حاجه وراء الامر ده، لما بتحط ايديها جنبه كده صعب جدا على الملاحق تحت لما بيجي يطلعها عشان يفك الكف. افضل حاجه وضع اليد، واحنا كنا فاهمين الكلام ده حتى قلناه، اللي هو ايه؟ اليسرى هي واليمين اهي. ده الافضل. لما بتيجي انت ينزل القبر يبقى هو مستعد لك اصلا. تبتدي انت تطلع ايديك بكل سهوله من على ايه؟ بالنسبه لي انت طبعا على الشق الايمن داخل القبر وتنزل القبر ان شاء الله. موضوع القبر ده طبعا احنا قلنا اول حاجه طبعا انت ايه؟ عشان اول لفافه بتجيبها من ناحيه الايه؟ من اليسار على اليمين. يعني بتجيب اول لفافه عندك من اليسار للايه؟ لليمين. طبعا على طول بيتجه معايا راس الميت من اليسار للايه؟ لليمين، عشان لما طلعوا برضه في القبر يبقى هو موضوع على ايه؟ على شقه الايمن، هيبقى متجه للايه؟ للقبله. يبقى اول لفافه عندي هي بتجيب اليسار من اليسار على اليمين كده اهي كده، ويبتدي بقى يخش عليها من الايه؟ من اليمين على اليسار كده، ويبتدي لف الثانيه طبعا برضه نفس الكلام برضه من اليسار، يبتدي يجيب ديت كده من اليسار من اليمين على اليسار، وبعد كده بتربط. خلاص؟ بعد كده ايه؟ بتربط الايه؟ بتربط الميت. يبقى احنا كده عندنا خلصنا الايه؟ في حاجه صعبه والله يا جماعه. الامر ده هو لله عز وجل. انت لو تعلمت لله عز وجل والله العظيم انت اولى بيه. انا اولى بابويا واولى باخويا. تمام؟ نفس الغسل يا شيخنا، نفس الغسل. نفس الغسل للرجل هو نفس غسل المرأة، نفس غسل الرجل هو نفس غسل المرأة بالظبط، إلا إن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوضع الشعر يضفر 3 ضفائر. غسل الرجل تماما كغسل المرأة، إلا أن المرأة تزيد على أن الرأس يضفر الشعر 3 ضفائر. ويبقى كده احنا انتهينا من ايه؟ من غسل الميت. والله في حاجه صعبه، حاولوا تفكروا في الكلام دوت وشوفوا فيديو مره واثنين وثلاثه. اللي يعرف نفسه الامانه لله عز وجل، ويعرف نفسه اللي هو عنده استعداد بدل ما يدخل اشرف ولا يدخل زيد ولا عبيد ولا الثاني ولا الثالث على بعد على ابنه، هو اولى بالكلام ده. هو اولى بغسل ابوه، هو اولى بغسل ابنه، هو اولى بغسل اخوه، هو اولى بغسل زوجته. لان النبي صلى الله عليه وسلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يغسل زوجته وان المراه تغسل ايه؟ تغسل زوجها. فعشان خاطر ما حدش يبقى يعني فاكر ان وصل الرجل للمراه لزوجته يعني ما ينفعش الحاجه ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابه عملوه. تمام؟ وهو ده الغسل. اتفرج على مره واثنين وثلاثه وحاول تشوف الامر دوت لله عز وجل. ومن يرى في نفسه الامان لله عز وجل وانه يتقي الله عز وجل في عمله فليحمل الامر على عاتقه. وممكن بعد كده مثلا يبقى مثلا ايه؟ ممكن يكون الشيخ رضا مثلا بيغسل، الشيخ محمد طباي بيغسل، الشيخ زران بيغسل، الشيخ رضا، اي حد من الجماعه دول بيغسل، بدل ما اقعد ادور على واحد واصل الشيخ جه واصل الشيخ ما جاش، يبقى انا عندي استعداد للامر ده، يبقى انا عندي استعداد ان انا اولى بالكلام ده بدل ما اقعد ادور على فلان او علان، وانا اولى بالكلام ده. هذا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابوس